انا النقيب محمد السيد، ضابط كنت في مديريه امن الشرقيه وحاليا محلل احتياط، لان من ضمن مجموعه الضباط اللي قاموا باعفاء اللحيه عقب ثوره يناير. وانا كنت موجود دايما ببات في الشغل يوم الخميس، اللي هو كان طبعا في الليله اللي كانت ليله جمعه الغضب. ده هتحكي لنا قصه اعتقال دكتور محمد مرسي. جاء بالليل تكليف ان في مأموريه دلوقتي، ان في مأمورية امن الدولة دلوقتي بمعرفة جهاز امن الدولة وكان جهاز المباحث وقوات الامن، على اساس ان احنا بنحل محل الامن المركزي في المديرية يعني. طبعا هم كانوا اثنين، دكتور محمد مرسي وحد تاني، فطبعا انا ما كنتش عارف احنا رايحين فين لغاية ما تم القبض على الدكتور مرسي ان هو الدكتور محمد مرسي، وعليه طبعا جه نزل الدكتور محمد مرسي وتم اصطحابه بعد كده وخدناه في عربية الترحيلات وتم نقله لقوات انتوا طلعتوا البيت ولا هو نزل لكم؟ انتوا قبضتوا عليه ازاي؟ لا هو ما فيش اي مشكله، هو الدكتور مرسي راجل يعني متعود على كده وراجل ومعظمهم كان كده يعني، فالطبيعي ان هو بيتخبط عليه مين طيب ثانيه واحده اجيب حاجتي. الراجل يعني هو ما كانش حاجه يجيبها، هو جاب العبايه بس اللي هو لابسها، عبايه اللي هي الثقيله بتاعت الشتاء بكل بساطه في يناير ولبس عبايته الراجل ونزل معانا بمنتهى البساطه والسلامه يعني. تم اصطحابه عادل عربيه الترحيلات، وبعد كده تم تجهيز مأمورية لنقله للقاهره عشان يتم نقله للمحبس يعني. طبعا فوجئنا لما نزل الدكتور محمد مرسي من عربيه الترحيلات، وده كان امر غريب عليا، ان هو نزل طبعا كبر الله اكبر ولله الحمد، بسم الله الرحمن الله اكبر ولله الحمد، انا مرتين. انتوا عارفين انا مين يا اولاد؟ طبعا كنا واقفين قدام ضباط صغيرين يعني. قال انا الدكتور محمد مرسي، انا الاستاذ الدكتور محمد مرسي. هو هتكونوا انتوا فاكرين ان انتوا كده بتعملوا مصلحه البلد، اللي انتوا بتعملوه ده غلط. دي الكلمه اللي قالها دي الكلمه اللي قالها دكتور محمد مرسي لمجموعه الضباط المسؤولين عن اعتقاله في ثوره يناير. قال لهم ايه بالظبط؟ قال لحضراتكم ايه؟ قال لك ايه يا سياده النقيب؟ قال الله اكبر ولله الحمد، انا الدكتور محمد مرسي يا اولاد، انتوا عارفيني ولا لا؟ هو تكونوا فاكرين ان انتوا بتعملوه ده صح، انتوا كده كده بتحرقوا البلد. الكلام اللي انتوا بتعملوه دلوقتي ده مش هتدفعوا ثمنه، هيدفع ثمنه اولادكم. وبعدين في الاخر يعني ايه، هو راح جاي ايه، قال جاتكم نيله فيكم في اللي مشغلينكم، ونزل ودخل، وعلى كده سيبناه. وبعد كده تم نقله من المكان اللي نزل فيه لسجن وادي النطرون، وبعد كده حصلت بقى ايه، كسر السجون والانفلات الامن المعروف، وخرج الدكتور مرسي من هنا من الاعتقال الى قصر الرئاسه. حاليا النهارده يعني سبحان الله العظيم، لما كان الدكتور مرسي معتقل بدون سند قانوني، كان محمد حسني مبارك هو رئيس الجمهوريه بدون شرعيه من غير ما حد ينتخبه. النهارده الرئيس السابق محمد حسني مبارك في السجن مدان بسند قانوني، والدكتور مرسي رئيس جمهوريه بشرعيه انتخاب الشعب المصري ليه. فسبحان مبدل الاحوال يعني، وسبحان مغير الاحداث يعني. ايوه. سياده النقيب، يعني في الحقيقه كنت عاوز اسالك، هل في مداخله خاصه او حاجه خاصه تحب تقولها للدكتور مرسي؟ انا طبعا اتمنى من الله يعني لو في امكانيه ان انا اتقابل انا او مجموعه من زمايلي الشباب، باعتبار ان دي ثوره الشباب، واحنا كشباب في وزاره الداخليه عندنا رؤيه لاصلاح الامن، وده اكبر تحدي بيقابله او بيتعرض ليه الدكتور مرسي كرئيس جمهوريه، والانفلات الامني وزاره الانفلات الامني. فاحنا عندنا او احنا كمجموعه ضباط يعني كل مكان فيه الكويس وفيه الوحش، وفيه اللي انحرف وفيه اللي ما انحرفش. طب عفوا، ولكن انا بس عايز انوه على النقطه ان هو مش يعني اعتقال الدكتور مرسي او ان كوني انا كنت من ضمن المجموعه ما كانش من ضمن الاسباب الاساسيه في الموضوع، ولكن هو برضه من ضمن العوامل ان انا النهارده لا احنا في ثوره، وان ليه بقى هنفضل ساكتين بعد الثوره؟ الاول كنا مستضعفين، كان في امن الدوله بتتابعنا زينا زي الناس الملتحين اللي بره في الشارع يعني. كان في ضباط، وان كنت انا ما كنتش منهم قوي يعني، كانت بتروح تتابع عادي في امن الدوله زيه زي اي واحد معتقل، زي الدكتور مرسي وزيه زي الدكتور او زي المهندس خيرت الشاطر او زي اي حد من اللي كانوا بيعتقلوا، ابو العيله ماضي والناس دي. ففي ضباط عادي كانت بتتابع في امن الدوله، ايه صليت فين، اخر الاخبار، رحت فين، جيت منين، بتقرا مين دلوقتي، بتعمل ايه، والكلام ده. ففي عادي ضباط كانت بتتابع في امن الدوله، وجهاز امن الدوله كان بيمارس ضغوط على الضباط ويصرهم كمان. فاحنا كنا يعني او زينا زي غيرنا يعني، الثوره لازم يعني احنا في ثوره. هذه المداخله، هذه كلمات خطيره على مسؤوليتك سياده نقيب. على مسؤوليتي، والكلام ده موجود ومعروف للدنيا كلها ومحدش يقدر ينكره، والا يبقى جاحد يعني. اللي ينكر الكلام ده يبقى جاحد. اللي ينكر كدوله، اللي ينكر كلام زي كده يبقى هو ده بقى الثوره المضاده، هو ده الطرف الثالث. أيوة. ده كان واقع. أيوة. اللي كان بيتحكم في البلد هو جهاز امن الدوله، ده كلام لا يخفى على احد. تحذر من اي حاجه تحصل في الفتره الجايه. انا احذر من اي حاجه في الفتره القادمه. هو انا ممكن يعني موضوع ان انا احذر ممكن ما يكونش على بالي دلوقتي. طيب. لكن انا اتمنى حد يوصل صوتي للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه. عاوز توصل له ايه؟ انا معايا ملف انا اللي اعديته انا ومجموعه من ضباط
صغيرين وكبار يعني. في في الامور اللي في الامن، اللي في العمليه الامنيه بتجهض العمليه الامنيه. في الامور اللي بتكلف العمليه الامنيه مبالغ باهظه بدون داعي. في الامور اللي تنهض بالعمليه الامنيه، ملف الامن. لان النهارده يعني مثلا انا واحد من الناس ارفض ان اللي يقوم على اعاده هيكله الوزاره هو اللي هو محمد ابراهيم او المجلس الاعلى للشرطه اللي موجود دلوقتي، لان المجلس ده واللي هو محمد ابراهيم شخصيا موجودين في حكومه الجنزوري او الدكتور الجنزوري، عشان اكون يعني اتكلم بدي كل واحد قدره، يعني من 7 شهور قدموا ايه الملف الامن؟ فين الهيكله؟ مجلس الشعب تعب معاهم في قصه الهيكله، ولما يجي يحضر مندوب الوزاره احقاقا للحق سيادة نقيب، احقاقا للحق برضه هو